صباح الخير حبايبنا، عساكم طيبين. يا رب ينصر المسلمين يا رب العالمين على من عاداهم، وترفع راية محمد يا رب العالمين، ويرحم شهدائنا بغزة وشهداء جميع المسلمين وجميع موتانا. حبايبنا اليوم جايبت لكم قصة صغيرة صارت من سنين طويلة مع عائلة معروفة، مع عائلة أبو عبد الله. مع العلم عبد الله مو كبير الوسطاني، لكن الناس تنادي أبو عبد الله، وهسه تعرفون ليش. كان عبد الله قريب من أبوه، كان والده وين ما ينخا عبد الله بالوجه، مثل ما يقولون هن أخو خيته. تدريس أخواته الصغار عبد الله، تسجيل الأولاد بالمدارس عبد الله، من سواقي البيت عبد الله، ود اخوانك مدارس جيبهم، والدتك مريضة وديها للمستشفى. كان يقوم بواجب أهله بكل حب وبلا منية، ويتمم واجب ويا أهله على أتمم وجه. كان عبد الله إذا يجي خطار هو اللي يشرف على الأكل ويدخل الأكل ويباشر خطاره، هو اللي مثل ما نقول يحيي القعدة. كانوا أخواني الكبار يتباهون بيه. مرت سنوات وعبد الله بدأ يكبر، وعبد الله بدأ يعني شلون بدت العائلة تعتمد عليه أكثر وأكثر، هو ووالده وإخوانه وحتى الجيران. فد يوم من الأيام جاهم خطار، لكن كان والده طالع بعزة. خابرته زوجته قالت له يا أبو عبد الله جانا خطار، قالها خابرة على عبد الله يقوم بواجبهم بين ما أجي. فعلا طبخوا لهم الأكل، بدأ عبد الله يباشرهم ويصب لهم ويسولف ويضحك، واخذ مكانه هو واخوته، وبين الشاي وبين القهوة وبين الحلا وبين اجا والدي. على آخر خلينا نقول نص ساعة من قعدة خطارة لقاه معذب الخطار ومغديهم وشايهم وقهوتهم وسوالفهم، والوجه البشوش ويا خطارة. زين عيني يفرح الوالد بهالشي، سبحان الله. لكن يوم اللي راح الخطار عبد الله انقلبت أوضاعه كلها، صار لا يحب يحكي ولا يسولف ولا يقعد ويا أهله ولا يدري بأهله وين ما وين. صار يحب يطلع يا يطلع يمشي بالشارع يا يقعد بالباب، لا بسالفة ولا بشغل ولا يدري عن أهله ولا يهتم بنفسه ولا بصلاته ولا يدري بالدنيا. كبر عبد الله على هالحال، الوالد ما خلى لا طب ولا مشايخ ما وقعوا على عيلته. صار بس يحب برا، قال لهم أبوهم خلوا له غرفة بالحديقة، خلوه شو نسوي، بنوا له غرفة. شكله تغير، وضعه تعب، لا يحكي لا يسولف لا يدخل يم أهله، لا بأكله لا بشربه، لا يدري بالدنيا وين صارت. تأذوا إخوانه وأبوه بس بعد ما باليد حيله، هذا وضعه. لين ما سنة من السنين مرت سنوات، عبد الله صار عمره 40 ووالده صار عمره 60، يعني ظل سنين عن هالحالة. مرت هاي السنين، فد يوم توفى أحد الأشخاص في المنطقة، راح والده بالعزاء. من راح والده بالعزاء عبد الله طلع من غرفته يباوع على نفسه على حاله على لحيته، شنو القضية. دخل على اخوانه قال له يما ليش هيك تشامرين بالحديقة. شافوا عبد الله دا يحكي يعني لكن بوعيه. قالوا له عبد الله انت طلبت، قال ما انا طلبت، انا طلبت اعتذر واقعد بهاي الغرفة وهذا حالي وهذا وضعي، شغلي انا خواتي انتو. طبعا خواتي متزوجات واخوته تزوجوا بس هو ما دارك. قالوا له عبد الله هذا وضعك وانت طلبته، قال لهم عمي شنو. المهم يعني اهله دركوا انه عبد الله رجع لوعيه وعقله. خابروا على ابوهم
يابا تعال هاي وهاي السالفة. قلت لهم معقولة؟ قالوا له والله هذا اللي صار. فربعه اللي ويا القريبين عليه شافوا يعني وضعه اختلف، قالوا له خير يا ابو عبد الله؟ قال لهم والله هاي وهاي السالفة، خابروني ويقولوا له عبد الله رجع لوعيه. انا ما مصدق. قالوا له تعال على صفحة ابو عبد الله، عندنا وياك حكاية راس مثل ما يقولون. قال لهم انا مستعجل. قالوا له هاي اهم، تفضلوا. قالوا له ابو عبد الله تذكر سنة من السنين جيناك اني وفلان وفلان، حتى المرحوم هذا اللي احنا هسه واقفين بعزاه. قال إيه يمكن أذكر. قال لا تذكر. ومنها وساءت حالة عبد الله. قال لهم إيه والله تذكرت ذاك اليوم. قالوا له هذا المرحوم من إجا وشاف عبد الله حكاية، قال والله لبد لو عندي مثل عبد الله لبد له ب10 زلام. إحنا قلنا له اذكر الله وضحك هو. قال له ويقولون المحسود لو توفى الحاسد ماله ينفك الحسد عنه. قال لهم سبحان الله سبحان الله الله يرحمه، معقولة؟ قالوا له اي والله يا ابو عبد الله. ورجع ابو عبد الله للبيت وشاف عبد الله باحسن حال بوعيه، واهله اكيد مسبحينه وحالقيله وقاعد وتلقى وهو بحضنه وبكي وفرحة. فيا رب يا رب يكفينا شر الحاسدين. حبايبنا لو شفنا شي حلو نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.